لما نيجي نتكلم عن تشكيلة النادي الأهلي لمباراة العين الإماراتي في كأس الانتركونتيننتال، لازم نحط في عين الاعتبار حاجة مهمة جدا، إنك بتلاعب فريق عنده 21 محترف. ده ما يعني إن القايمة 28، 7 فقط هم الإماراتيين. حلو. حلو. طيب، النادي الاهلي علشان يقابل الفريق دوت، سواء كان بالاثنين مدافعين الاساسيين اللي انا شفتهم واتفرجت على مقتطفات من اللقاءات، سواء كان لقاء الهلال السعودي او لقاء الوحده، والمباراه الاخيره اللي شفتها بالفريق الاحتياطي، مباراه دب الحسن. آه، فهم عندهم مشكله واضحه جدا جدا جدا، وهي الاختراقات من العمق واللعب من عمق الملعب اكتر منه من على الاطراف. حلو. حلو. طيب، فمستر كولر محول الاهلي لآلة لعب من العمق، فاظن من حته العمق دي احنا هنقدر ان احنا نهاجم ونطلع بشكل كبير جدا جدا جدا. فالتشكيله المتوقعه للنادي الاهلي في هذه المباراه: حراسه المرمى لمحمد شناوي، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، اتنين قلبي دفاع. ناحيه اليمين اكرم توفيق، وناحيه الشمال يحيى عطيه الله. قدامه في نص الملعب هيكون متواجد مروان عطية واحمد نبيل كوكا وامام عاشور. طاهر محمد طاهر ناحية اليمين، حسين الشحات ناحية الشمال، ووسام ابو علي رأس حربة للنادي الاهلي. وان كنت شايف ان بيرسي تاو هيفيدك في المباراة دي، هو او كهربا، اكتر من وسام، لانك مش محتاج تلعب كرات عرضية، انت محتاج تلعب كرات مرسله من الخلف الامام، البينيات الطويله اللي بيعملها قفشه لما بينزل، وبيعملها بدوره امام عاشور في ارض الملعب. قولوا لي رايكم ايه في التشكيله دي، وتمنياتنا يا رب بالفوز للنادي الاهلي.